السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن أسوأ فانز بتاريخ الألعاب اللي هم فانز Resident Evil. عوفك من جماعة بوبجي وجماعة فورتنايت، ذولي بالحضيض، ذولي يعني بالمجاري. أنا دا أحكي لك عن فانز حقيقيين، تمام؟ مو ناس بوتات. جماعة Resident Evil يعني أنا راح أحكي عن فئة، وللأسف هاي الفئة فئة كبيرة جدا، فلا حد يتحسس. أنا دا أحكي عن فئة متخلفة فقط، خرب الدش الحمزة. نبدي أول شيء جماعة ليون وجماعة كريس ريدفيلد. ذولي يعني ما أعرف ليش تعاركون أساسا. جماعة ليون يقول لك ليون أقوى وليون هو اللي سووا وليون وليون وليون، بس صراحة ليون سم. كريس ريدفيلد اللي ما يهمه الأمر، وأنا أفضل كريس مع أني يعني لاعب بس الجزء الرابع والخامس، لكن أفضل كريس. يذكرني بكابتن برايس، ما دام أنا فانز كول اوف ديوتي فيذكرني بالعلم كابتن برايس. وجماعة كريس يعني تلقاهم منطقيين أكثر. يقول لك كريس هو البداية، كريس هو اللي سحل ويسكر وسحل أمبريلا كلهم، كريس هو اللي أسس ريزيدنت إيفل، كريس هو اللي يعني أنقذ جيل مرتين بالجزء الأول والخامس. يا رجل بالجزء الخامس يعني الله يطيح حظك ويسكر. يعني إذا أحشي ممكن أتورط. فيعني جماعة كريس يعني يتفوقون من ناحية المنطقية. يعني يقول لك الرجال هذا منطقي، يقول لك كريس هو البداية، كريس هو اللي سوى واللي عمل والقائد والكذا. أوكي منطقي. جماعة كلير ريدفيلد ذولي منعزلين، تمام، حالهم حال نفسهم، ناس مسالمين جدا، من أكثر الناس المسالمين. تلقى لاعب المفضل يمكن إنجولو كانتي. وجماعة إيثن ذولي غريبين جدا، يعني مثل اللي يقول لك امبابي لو فينيسيوس أحسن من كريستيانو وميسي. يعني عرفت ليون، عرفت كريس ريدفيلد، اختارت إيثن. ذوقك يراد له مراجعة، تمام. جماعة جيل فالنتاين هم تلقى مشاكلهم أقل من جماعة ليون. وأسوأ فانس، لأسوأ شخصية بتاريخ الفن، نعم، اللي هي القية أيدا وونغ. انت هادي يا تشاينيز يا ابن الوسخ. هاي ما تعرف ليش الناس تحبها، يعني أكثر من أي شخصية أنثوية أخرى. هسه رح يجينا واحد يقول لي والله شكلها يعني على شكلها المفروض الناس تروح لأي شخصية أخرى. يعني عندك شخصيات هواي من كابكوم يعني بنات يعني بشكل جيد، وهم اللي القصة. هسه راح أجيب لك مثال. أولا خلينا نبدي بأيدا، لأن ما دام هي أشهر، لأن ريزيدنت إيفل أشهر للأسف. أولا ماكو أي ماضي إلها، ما تعرف هي شو تريد، ما تعرف هي ليش بدت أصلا يعني تشتغل الويسكر وراها، تشتغل شوية وي ليون، شوية وي ويسكر، شوية وي كذا، شوية وي الأف بي آي، شوية وي الأمبريلا. بنت غريبة جدا، ما تعرف هي ليش تشتغل، شنو هدفها، شنو غايتها. خلي وفانزاتها. وفوق هذا كله فشخصيتها غثيثة، كل ساعة تغدر بليون. يعني مثل ليدي نسخة نتفليكس. ليدي نسخة نتفليكس هي مقتبسة من الخرية أيدا وونغ، مع انه هذا الخرا مسوينه كابكوم، وخرا مسوينه هذا الهندي آدي شانكار، وماكو اي تطور. وفوق هذا كله غموض بشكل زايد عن اللزوم. الغموض الزايد يخلي الشخصية غثيثة، تقول هاي شي تريد، هاي يجي الليدي وزيرة العدل مال كابكوم، وزيرة العدل مال الألعاب كله. أولا نبدأ بقصتها. قصتها كانت اسمها الحقيقي ماري. عاشت حياة طبيعية ويا أبوها آركام، لحد ما قرر ابن الكلب آركام إنه يقتل أمها ويبيع روحها للشياطين، ويحاول يسيطر ويسيطر على الكرة الأرضية، ويحصل قوة سبارتا، ويصير يعني يحتل الكرة الأرضية. فهي ايش سوت؟ قررت إنه تنتقم من آركام على مود شنو؟ على مود أمها، على مود أمها اللي انقتلت بسبب المنغولي آركام. طبعا هي كانت تكره شياطين كرة العمى، وإلى الآن تكره شياطين كرة العمى. وسبب قتالها لدانتي بالبداية إنه عبالها هي هو العدو الرئيسي، وإنه أي واحد قدامه لازم تضربه. الصراحة ما أعرف ليش دانتي ما على الأقل رماها طلقة بالركبة حتى تظل تعرج بعد ما خلص، بعد ما تقدر تسوي له أي شيء أو يسويها قص. الرجال ما أعرف شنو يعني، هل هو صبور، هل هو يعني ما أعرف. يمكن هو على مود انه يبين انه انساني، وشوفي فشلتك، ها العدو اللي حاولت تقتليه اصلا ما قتلك، ابلعي. تمام. لما اتضح على هذا الامر تفشلت الصراحه. انطته بس على سبيل الاعاره، انطتها القاذفه مالته وقالت له روح هاي القاذفه مالتي اللي سمتها على اسم امها الميته كالينا آن. تمام. قالت له روح، يعني انت خلاص خلته هو يروح
ويهتم بالأمر ويقتل آركم ويواجه فيرجل للمرة الأخيرة بالجزء الثالث. ورا ما انقتل، ورا ما هزم آركم من قبل دانتي وفيرجل، لما نزل للعالم البشري مرة ثانية تلقيته ليدي. صار هذا المشهد الخرافي اللي راح أشوفكم إياه هسه. How could I shall become a god. No one here can stop me. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! There, I thought I wasn't gonna cry. من أحسن المشاهد بتاريخ الألعاب، يعني خاصة بالأخير لما بالنهاية ورا ما قتلته. بالبداية قامت تضحك، وراها تشوف اكو بكي، وراها تشوف ميكس غريب ما بين البكي والضحك. تقول هاي آخر مرة توقعت إنه أني أبكي بيها، توقعت إنه تضحك وخلاص الانتقام يعني هدفها بالحياة وحققت هدفها وخلاص المفروض تحتفل، لكن ما صار اللي توقعته. تمام. وراها تشوف تطور كلش حلو بشخصية ليدي، تشوفها أنضج ورزنة أكثر وجدية بعملها، يعني وقت الجد جد، وقت الفرفشة فرفشة. وبالجزء الخامس مع أنه ظهرت بشكل قليل شرب إنه لما نيرو حاول قال راح أقتل فيرجل وراح أنعل والدي، قالوا له ليدي وتريش قالوا له إنه ما تقدر تقتل أبوك لأن يعني الانتقام ما يفيد، وخاصة ليدي قالت له الانتقام ما يفيد. You'll never recover from that. أنت ما راح تتعافى من هالأمر، وأنت أنقذتني المفروض تكون بس ما راح يقاتل فيرجل لأنه يعني مراهق، حتى لو عمره 26 سنة عقله عقل واحد عمره 13 سنة. نيرو شوي هيك عقل مراهق. راح قاتل فيرجل وصار اللي صار بنهاية الجزء الخامس. قارنوا لي الكتابة بالفراغ الموجود بأيدا وونغ، والله العظيم أناقش واحد من يمهم ماكو أي منطق، بس يقول والله العظيم إلا فضحك وأشوف اليوزر مالتك والله العظيم، وانت تعمل لي مش عارف ايه. طيب احنا معانا سحر جديد اهو. سيدي بتاعك ده وانت في كل حاجة، وانت بتروح عند خوالك يا جدو يا جدو يا جدو. وثالث شيء اللي هو قبل الأخير اللي هو سالفة انه لازم يخلون علاقات رومانسية بين شخصيات ما بينهن علاقة رومانسية حتى لو من نفس الجنس. شلون؟ ماكو اي شيء كان بالقصة
يثبت كلام هؤلاء المريضين. لكن لا، شلون؟ لازم احنا نسوي الفانتازيا الغريبة مالتنا المريضة اللي ما راح تفيد اي واحد، بالعكس راح تخرب سمعة فانزات ريزيدنت ايفل. يعني بشكل عام لا تكتب اسم شخصيتك المفضلة من اي عمل وتكتب وراها فان ارت، لان راح اشوف فد شي يلعب النفس. انا اعلم انه هاي المشكلة موجودة بالعاب كابكوم بشكل عام، لكن ريزيدنت ايفل خلص خرج عن السيطرة. يا رجل شنو هذا؟ خلص الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك وحسابي على الانستا. في امان الله.